انا جربت النظام بتاع الدكتور ضياء العوضي بتاع الطيبات وصوتي الحمد لله راح بعدها، بس طبعا اكيد بصيع لان انا بس عندي شويه برد يعني وحركات، وفي نفس الوقت برضو دبلتي راحت يعني، حتى العين لما جت في الدبله والدبله ضاعت يعني، فرب الايه عشان هي ما اعرفش وقعت هنا ولا هنا، فانا مش لاقيها قلت اصور وخلاص. ما علينا. حاجه تانية والنبي يا صالح، والنبي الله يبارك لك، والنبي اللي يعرف من الناس اللي في حرقان بعيد عنك وكلام في الدبله، حد يقول لي اعمل معاه ايه. نرجع بقى لموضوعنا وهو دكتور ضياء العوضي. ايه يا عم صالح وايه القصه وايه اللي بيدور وانا متاخر ليه؟ انا كل ده مستني اخر رد لل بيدور دلوقتي حاليا، وهو ان الجثمان بتاع دكتور ضياء العوضي حاليا دلوقتي في تاريخ الفيديو اللي انا بنزله دلوقتي ده، واحنا النهارده تاريخنا 3 شهر 5. طيب الجثمان حاليا بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه ان هو بيتم تشريحه من الاول عشان نعرف هو الراجل مات ازاي. كل موضوع ان الناس عايزين يعرفوا هو مات ازاي. طب هو مين اللي مات وايه القصه؟ تعال احكي لك لو انت مش متابع او مش عارف ايه الحدوته. دكتور ضياء العوضي اللي ما حدش يعرفه يعني، هو الناس لسه شايفاه من فتره بقى لنا كام شهر يعني في الموضوع ده كله، انه لقينا فجاه راجل طالع علينا بيقول لنا ما تاكلوش بيض وما تشربوش لبن ومش عارفه ما تاكلوش رز. مش فاكر يعني، انا عامه ما تعمقتش في النظام يعني. بس اللي الناس ما تعرفوش بقى ان الدكتور ضياء العوضي، وانا واحد من الناس بقى، ده اللي اخرني يعني ان انا ابتدي اذاكر الدكتور ضياء العوضي وافهم ايه القصه من البدايه يعني. واكتشفت ان الراجل ده بادئ تقريبا من 4 أو 5 سنين كمان، كان طالع كمان في لقاءات مع المذيع المعروف استاذ محمود سعد، وكان برضه بيقول نفس الكلام. طيب انت عايز تفهم ايه اللي جرى؟ عايز تأيد؟ عايز ترفض؟ شايف كلامه صح؟ شايف كلامه غلط؟ تعال اديك هنتايه صغيره عشان نكمل بقيه الحديث بتاعنا، لان انا معرفش، مش متاكد، وبصراحه مش مع ولا ضد الكلام. بس تعالى نفكر مع بعض بطريقه بسيطه كده هبله شويه. في حاجه واحده بس هي اللي احنا متاكدين منها، وهي وجود الله سبحانه وتعالى. حلو. وانا كمسلم هو القران. فانا بالنسبه لي كمسلم ما عنديش غير هما حاجتين مسلمات ما ينفعش يتغير فيهم اي حاجه، القران وربنا. حلو. فبالتالي ربنا والقران هما المسلمات بتوعنا. غير كده ممكن. ليه؟ تعال اقول. تخيل كده يا صلاح، احنا عايشين ايام زمان. حلو. قالوا لنا زمان ايه وانا صغير، وانا عيل صغير كده يعني في المدرسه، قالوا لي ايه؟ تخيل كده نيوتن اكتشف الجاذبيه ازاي؟ عارف انت؟ مش انت عارف الحدوته؟ نيوتن اكتشف الجاذبيه لما كان قاعد تحت الشجره، فجاه وقعت عليه تفاحه، اكتشف الجاذبيه. طيب تعالى بقى نرجع او نعيد المشهد ده بس واحنا مع نيوتن في الوقت ده، يعني احنا في العصر بتاعنا ده خلاص لقينا واحد اسمه نيوتن طلع علينا كده زي دكتور ضياء العوضي: يا جماعه انا اكتشفت الجاذبيه. ايه دليل حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك انا كنت قاعد تحت الشجره، قاعد كده يعني ما بعملش اي حاجه يعني، بلعب بابجي بقى وكده، ما احنا دلوقتي العصر بتاع بلعب بابجي بقى حضرتك كده وبتاع، فجاه وانا قاعد حضرتك الشجره راحت فجاه التفاحه وقع كده. فانا بقى ايه